مرحبا يا حلوين، اليوم وصفتي من المطبخ الروسي ستروغانوف الدجاج من ألذ وأزكى الوصفات الكريمية والسهلة والسريعة اللي راح تعملوها. حتدمنوها لأنه حترجعوا تعملوها أكتر من مرة. أول شي حطيت طنجرة على النار، وبعدين ضفت الزبدة وتركتها تسيح. ضفت فوقها فورا أسطول الدجاج، طبعا كنت غسلاهم وصفياهم من المي وقطعتهم شرايح، وقلبتهم تقليبة لغاية لما تنشف مية الدجاج ويتغير لونه يصير لونه أبيض. فورا ضفت الثوم المهروس وشوحتهم مع بعض مع الدجاج لتطلع ريحة الثوم. وأول ما طلعت ريحة الثوم وتجانس مع الدجاج ضفت البصل المفروم، وطبعا شوحتهم كلهم مع بعض ليدبل البصل تماما. وضفت فوقهم الفلفل الأسود ومكعب مرق ماجي، شوحتهم مع بعض لمكعب الماجي يدوب تماما. وبعدين حطيت الجزر فوقهم، قطعته شرايح رفيعة وشلت القشرة الخارجية منه، أنا بحب هيك. إذا أنتوا بتحبوا تتركوا القشرة الخارجية فيكم عادي، مش مشكلة. وشوحت الجزر مع الدجاج والبصل والثوم، وغطيتهم وتركتهم تقريبا دقيقتين ليدبل ويستوي تقريبا نص سوا. وبعدين ضفت فوقهم الفطر أو المشروم سواء معلب أو فريش، وضفت كمان الفلفل الرومي الأخضر، فيكم تستخدموا الفلفل الرومي الألوان كمان بيعطيها طعم زاكي. شوحتهم مع بعض وغطيتهم ليستووا على البخار تقريبا من 3 ل4 دقايق. شلت الغطا وهيك بيكون شكلهم. ضفت فورا الكريمة وفلفل أسود، ما ضفت ملح صراحة لأنه مكعب الماجي كان بيغني عن الملح، بس إذا بتحبوا الملح زيادة فيكم تضيفوا أو تدوقوا قبل ما تضيفوا الملح إذا بتحتاج أو لا. وبعدين غطيتها وتركتها من 5 ل6 دقايق لتتسبك كل المكونات مع بعض والكريمة معهم، وهيك بيكون قوامها. ما تتركوها أكتر من 6 دقايق عشان الكريمة ما تفصل معكم. وهيك بيكون أطيب ستروغانوف بالدجاج، ممكن تجربوه تعملوه. عن جد يا جماعة لازم تجربوا هالوصفة، كتير زاكية وسهلة وسريعة، ما بتاخد معكم أكتر من نص ساعة. طعمها كتير زاكي وغني وكريمي، اللي بيحب الكريمة بالأكل والخضار كتير حتعجبكم. وهيك كانت وصفتي لليوم، بتمنى إنكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وما تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واللايك والكومنت والشير. ونلتقي إن شاء الله بالوصفة الجديدة على خير، وباي باي.